مساء الخير أعزائي مشاهدين برنامج الوعي الآخر اللي أنا بقدمه وبخرجه وبكتب السكريبت بتاعه وبمنتجه وبعمل كل حاجة فيه. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم سألتوني فيه كتير جدا بعد ما طلعت رحلة الريتريت الصمت، بالرغم من إن هي المرة السادسة، بس المرة دي معرفش ليه خدت سبوت لايتس كتير إنه في صمت وكده. بس خلينا نتكلم في الموضوع. هحاول قدر المستطاع ان انا احكي لكم يعني ايه ريتريت الصمت بدون ما ادخل انا في الريفلكشنز بتاعتي عن الصمت. هحاول، يعني مش اكيد هعرف اعمل ده، لان هو في مفهوم كده عند معظم الناس انه الصمت ان انا اسكت. يعني حد اقول له انا رايحه رحله الصمت يقول لي انا مش محتاجها خالص، ما انا قاعد ساكت طول اليوم عشان قاعد لوحدي بقى، عشان ما عنديش حاجه اقولها، وات ايفر. اكشولي يعني في حاجتين، في ان انا بسكت اللي هو فعل الكلام ما بقولوش، انا ساكت يعني ما بتكلمش، بس في الكلام اللي جوه اوقات من كتر ما بيبقى في دوشه جوه وصوت عالي انت مش سامع اصلا، اللي هو خالك عرفت تعب ونقله مستشفى ام المصريين، انت بتقول ايه خالك عرفت، انت اصلا مش سامع من كتر الدوشه انت ما بتسمعش. لو مش عارفين الافيه تبقى مشكله، انا مش تضحكوا عليه. المهم، ففي ناس بتبقى فاكره تقولك انا اصلا ما بفكرش في حاجه، انا اصلا ما بتكلمش ولا جوه ولا بره. ساعات حقيقي من كتر ما بيبقى فيه هيصه حاصله ودوشه وغلوشه وكلام من ده ما بتبقاش اساسا مستوعب او مدرك اللي بيحصل جوه. ففكره الصمت مش السكوت، يعني ده المفهوم المغلوط عن الصمت ان انا اسكت، لا، هو فكرته مش كده. الصمت فكرته ايه ببساطه؟ ببساطه انه ان انا احاول افوكس على حاجه واحده في الوقت ده، اللي هي التنفس. ان انا احاول اركز على التنفس بتاعي، كاني بدرب عقلي ان هو يركز على حاجه واحده في اللحظه. الحاجه الواحده دي وانا بحاول اركز عليها باخد بالي تلقائيا جدا بكل الحاجات اللي بتطلع بقى مشتتات، زي مثلا لما اكون مندمج جدا في التلفزيون، فيلم شغال، ماتش كوره شغال، وحد يعدي من قدامك، انت عشان مندمج قوي في اللي بتعمله ومركز فيه فخدت بالك انه في مشتت عدى من، ما اعرفش دي كلمه ولا لا، بس يعني حاجه شتتتك، يعني عدت من قدامك. نفس القصه، انت لما بتيجي في الصمت عايز تعمل صمت، بتسكت من بره وتحاول تركز في حاجه جوه، واوتوماتيكلي هيظهر لك كل الافكار وكل المشاعر اللي بتعمل تشتيت على التركيز ده. فساعتها بقى انا ببدا رحله الصمت الداخليه. يعني ازاي؟ من الاول خالص انت بتطلع الرحله دي في وسط مجموعه من الناس، كلنا تعاهدنا على الصمت سويا. فالتعاهد على الصمت ده بيكون باتباع مجموعه من القواعد، من ضمنها ان احنا نكات اوف اي كونكشن مع العالم الخارجي. كونكشن مع العالم الخارجي مش بس موبايلات، كمان احتكاك بيننا وبين بعض. بمعنى ان انا ما بشوف حد مش ابص، يعني مش ابص له في عينه. ما شفتهم الصبح مش اقول له اللي هو مش هشاور، كأن أنا لوحدي في المكان. فأنا انفصلت إلى حد ما عن المشتتات الخارجية، لأنه إحنا كتير بيبقى عندنا البردنز دي، أثقال وحمول بتاعت أصلا أنا مضطرة أجامل فلان، أصلا أنا أصحى الصبح ده أنا بروح الشغل في نص ساعة ضايعة في السلامات وفي الصباحات وفي معرفش إيه. أنت دلوقتي مش مضطر تعمل ده أساسا. فلاحظ بقى، يعني أنت مش مضطر تعمل حاجة بره، فأنت هتلاحظ الأفكار اللي بتجيلك جواك. ان انا شفته وما بصيتلوش، احساسي انا ايه؟ احساسي الجواني هيبقى عامل ازاي؟ هل مرتاح؟ هل حاسس انه في حاجه ويرد؟ هل حاسس ان انا مش متشاف؟ هل منزعج من احساس ان انا غير مرئي؟ ده هشوف. فدي حاجه من الحاجات اللي بتتعمل في الصمت، انه مفيش تواصل بيننا وبين بعض. حاجه كمان اللي هي مفيش كونكشن مع العالم الخارجي، انه من الافضل ان احنا ما نمسكش موبايل، ما نتكلمش في التليفون. بس طبعا احنا مش في مدرسه، احنا بنتعلم يعني ايه مسؤوليه شخصيه، يعني كل واحد بيعمل المناسب ليه، الافضل لحالته. بمعنى انه وات اف ان انا عندي شغل مهم، انا محتاجه اقعد اعمل شغلي، هعمله بس بتركيز وفي حدود الصمت برضو، يعني مش هستنزف طاقتي على حاجه ملهاش لازمه. يعني مش ان انا عملت الشغل بعد كده اقعد اتشيك كل شويه، خلاص انا عملته وسلمته فقالت جو. بتعلم طول الرحله، بتعلم حاجات مش بتتقلي من بره، يعني مفيش حصه،
حصه، احنا النهارده هناخد يعني ايه let go، احنا النهارده هناخد يعني ايه to connect with the self، النهارده هناخد يعني ايه to cut off distractions. هي مش حصه، انت بتتعلم بينك وبين نفسك بالاوبزرفيشن. الاوبزرفيشن عن طريق التنفس الواعي وملاحظه اللي بيحصل، اللي بيعتمل جواك، اللي ايا كان بقى اللي بيحصل جواك. كل واحد. هي دي الفكره بتاعت الصمت. وبيبقى فيه بعض الممارسات بعض الممارسات اللي هي بتساعد على التعمق في الحاله دي. يعني الممارسات دي زي انه اليوجا الصبح، في ناس مثلا ما بتحبش تعمل اليوجا، خلاص اتس اوكي، اتس يور تشويس. الافضل ان انت تعيش الاكسبيرينس از ات از. بس انت مش بتعرف تصحى الصبح، مش حابب، حاسس جسمك مش مرتاح، اتس يور تشويس، ما تعملش ده. في بعض القراءات من قراءات ملهمه من كتب داليا عادل كتباها، قال لي وقلت له. بعض المزيكا اللي بتشتغل ايا كان بساوند، بس بعض التاملات. ستيل الممارسة اللي انت هتعملها بتساعدك تعمق نفسك جوه التجربة، مش عشان انه لازم تتعمل او مفيش غير الطريقة دي بس للتواصل مع الذات، بس كلها بتساعدك. وان انت طالما رحت التجربة عيشها، جربها كلها زي ما هي، زي ما الناس بتعملها يعني. بس اضعف الايمان ان انت تفضل مركز مع التنفس بتاعك، لان انت لو رحت الصمت وستيل شاغل بالك بالموبايل، شاغل بالك بمين عمل ايه ومين ما عملش ايه، مسحول جوه افكارك ومش مدرك ان انت مسحول جوه افكارك وجوه مشاعرك، فانت اسمك رحت الصمت، بس انت اكشولي ما استخدمتش التولز اللي توصلك للحاله دي. حلو الكلام، حلو الكلام. بس فهي دي فكرة الصمت. كل الناس بقى اللي بعتت تسألني على الموضوع انه يعني ايه صمت وانتي رحتي والصمت لذيذ وانتوا رقصتوا وغنيتوا وبتاع، دي كانت لحظة عابرة. يعني هو انا دي سادس مرة اروح فيها الصمت ما حصلش ده اوريدي قبل كده خالص. يعني المرة دي كان في مزيكا اشتغلت، فلقيت حد بيرقص، صورت نهى الوكيل وهي بترقص عادي. وبعد كده جه بالليل المزيكا اشتغلت تاني، بس اغاني بقى هيصه اكتر وافراح وما اعرفش ايه، فبدات انا ارقص وغيري يرقص، فقلبت بزراميط. بس اكشولي احنا ما تكلمناش مع بعض، احنا تواصلنا مع بعض عن طريق غير مباشر، اللي هو بالنظر، بالرقص، بالحركات، بس ما اتكلمناش اللي هو كلام. وحتى لو اتكلمنا كلام كله اتس ريفلكشن ليا انا. يعني انا واحده من الناس مثلا لما حصل الموقف ده لقيت ان جوايا حته براح كده، ان انا اسمح لنفسي ان انا اخرج بره الاستراكشر اللي بيقول انه ما فيش احتكاك مباشر بيني وبين الناس اللي حواليا. سمحت لنفسي ده، في حين ان انا ما سمحتش لنفسي ان انا لما شفت مثلا داليا بتبص علينا من الشباك، ما سمحتش لنفسي ان انا اكمل قاعده وطلعت، لانه ده بيعكس باترن جوايا، ان انا عندي authority figure، ان انا بحترم الشخص اللي لو جاز التعبير نسميه سلطه مثلا. بحب ابقى ماشيه على رجعت تاني ان انا بحب ابقى ماشيه على النظام زي ما هو، ما اخترقهوش كده. شفت حاجه جوايا، يعني شفت ان هو حرص على ان انا ما اعملش حاجه بره السيستم هكذا. يعني شفت حاجه جوايا يعني. فكل حاجه بتحصل جوه الصمت انت بتشوف حاجه جواك فيها، مش حاجه من بره يعني. المكان بقى، لانه الناس عجبهم المكان جدا، مكان هو بيت الجزويت، بيت جميل للرياضات الروحيه يعني. تقدر تتواصل معاهم عن طريق صفحتهم وتحجز وتروح. هو مش luxurious يعني، مش خدمة بالمحبة 10 نجوم حقيقي، بس لو حد متوقع انه في حد هيصحى يعمل له اوضته الصبح ويحط له فوطة ويعمل له معرفش ايه، ده مش متوفر. بس هم حقيقي الناس اللي هناك قمة في الذوق والاحترام والود والحب، يعني حاجة جميلة جميلة بجد. يعني بيحاولوا يريحوا الناس على قد ما يقدروا. ايه تاني عن الصمت؟ يعني هو ده mainly التجربة كاشفة لحاجات كتير قوي للتوقعات. مثلا ان انا هرجع من الصمت ده يا نهار ابيض، انا اكون موصولة وصل، انا عرفت كل مشاكل اللي بتحصل جوايا لان انا سكت. هي ما بتبقاش كده يعني، بجد ما بتبقاش كده. عارفين لما العيال تنام، خلاص العيال نامت والدنيا هص وتقعد انت محتار مع نفسك، انت اصلا مش عارفك، انت مش عارف انت عايز تعمل ايه ولا تروح فين ولا مش عارف. يعني اللي هو طب اصحيهم انكش فيهم عشان الاقي حاجه تزاول فيها. الصمت بيعلمك ان انت تقعد شويه مع الكائن اللي هو انت ده، تشوف ايه اللي بيحصل جواه.
ومش اول ما تشوف اللي بيحصل جواه بيكشف لك كل اوراقه كده، لان احنا كمان بني ادمين ما نقدرش نستحمل ده، ما اقدرش استحمل الكشف اللي هو مفاجئ مره واحده. فبشوف حتت حته 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 عن نفسي. وفي ناس بيكشف لها حاجات عميقه جدا من اول مره، وناس ممكن ما اكتشفوش حاجه غير ان هم قعدوا حاجه كبيره. يعني دي حاجه كبيره فعلا، ان هم ازاي يقعدوا، ازاي ياخدوا نفسهم، ازاي يلاحظوا ايه ده انا جوه دماغي دوشه. فالصمت اتس ريوردنج لكل واحد بطريقته وعلى حسب رحلته، وهو ما فيهوش حد محترف صمت وحد مش محترف صمت. يعني دي سادس مره اروح، وانا فعلا اول يوم انا مش عارفه اسكت اللي في دماغي اساسا، فانا قاعده اتفرج عليهم. يعني اتعلمت ان انا هسلم، خلاص انتوا بتتكلموا اتكلموا، انا هعمل لكم ايه يعني. بس مش عارفه اسكتهم. فما فيش حاجه اسمها انا ما بعرفش اسكت، في حاجه كلنا بنتدرب. حتى لو دي المره ال7 اللي انا بعمل فيها الموضوع ده، انا ستيل اون تريننج، انا بتمرن وكل مره بشوف فيها حاجه مختلفه عن نفسي. فمش عارفه اقول لكم ايه تاني غير يعني هي دي القصه بتاعت الصمت. هو الصمت ما كانش مش صمت احتفالي، يعني ان احنا رايحين نرقص ونغني واسمنا صامتين، ده مش واقع اصلا. يعني في يوجا الساعه 7 الصبح، وفي قراءات الساعه 9:30، وبعدين في تامل، وبعدين في تاني قراءات وتامل بالليل، وفي مساحات للصمت والتامل الشخصي طويله جدا. وفي بننام الساعه 9:30 10 عشان نصحى تاني يوم نعمل نفس القصه. ما فيهوش يعني مش من ضمن البروجرام بتاع الصمت الرقص بصراحة. كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، لكن ده مش يعني اللي هو لو اعرف الصمت كده كنت جيت معاكم. لا، ما هو مش كده، هي جت كده يعني. بس فهي دي القصة بتاعت الصمت، ان احنا مش بنسكت، احنا بنحاول نشوف كل اللي بيحصل جوانا وندور على مساحات اللي محتاجة تطلع. هي بتطلع لوحدها مجرد ما الأصوات التانية بتهدى كده. دي تجربتي برضو، يمكن حد تاني عنده تجربة مختلفة. بس شكرا ليكم، وانا لا اراك حتى تتكلم. ايوه صح، انا لا اراك حتى تتكلم، انا اراك بشكل مختلف عندما لا تتكلم. بالظبط. على فكرة الجملة دي عظيمة قوي، لان انا في الصمت ده مثلا اكتشفت حاجة مذهلة قوي، انه كتير مننا بيحس انه awkward جدا وحاجة غريبة قوي ان انا ابقى قاعد مع الناس ما بتكلمش. فنحس على طول ان في حاجه غلط، انت زهقان من قعدتي، انا قعدتي ممله بالنسبه لك، ايا كان يعني. بس لاحظت في الصمت ده انه على قد احنا كنا 35 بني ادم تقريبا، وما حدش فينا بيكلم حد، بس انا حاسه ان انا مطمنه ومرتاحه. يعني مش حاسه ان انا محتاجه اعمل حاجه غير ان انا اكون موجوده وحاضره فعلا. ففكره الارتياح في الصمت مع الناس اللي حوالينا دي حاجه قويه قوي بصراحه. يعني بشوفها كمان دايما في السيشنز المارج كونسلنج بالذات، انه الستات تيجي تقول قاعد على الكنبه طول اليوم ما بيتكلمش معايا. طب انت عندك حاجه تقوليها؟ ساعات الصمت بيبقى مريح يعني طب انت عايز تنكشيه في حاجه، عايز تسمعي منه ابدأي conversation. بس ساعات في ناس فعلا بتكون يعني مطمنه، دي مساحه امان بالنسبه لها، ان احنا مطمنين في حضن بعض، ومطمنين ان احنا موجودين في حضور بعض من غير ما نعبر بالكلام، لان هي مش وسيله التواصل الوحيده يعني. بس كده، انا قلت اقول لكم البقين اللي عندي عشان خاطر كل الناس اللي بتسأل على المكان والحاجات دي. المكان في كينج ماريوت، والصمت هو ده اللي بيتعمل فيه. يعني هو ده بيبقى السكادجول اللي حصل المرة دي، ده حدث اول مرة يحصل يعني. فمش ده اللي بيحصل في الصمت. بس انا هروح بقى عشان البس وانزل، عندي شغل. اشوفكم ان شاء الله في لقاء اخر من برنامج الوعي الاخر. لو عندكم اي حاجه عايزين نتكلم فيها ابعتولي في الكومنتس، وقولوا لي ايه المفهوم بتاعكم اصلا اللي كان عن الصمت، وهل جربتوا قبل كده تصوموا عن الكلام مده ولا لا.